السلام عليكم. اليوم راحنا في حفل تكريم ديال مطعم مأكولات الخليل الذي يقوده مولاي علي. انا كنعيط ليه مولاي علي وكنقول ليه بوا علي، لانه الحمد لله مسير مطعم لديه من الثقافه ديال الانتربرونيا، ثقافه تسيير المطاعم والثقافه ديال الريستوراسيون. الحمد لله بنى لا كارير ديالو في الاول في مدينه مراكش، ومن بعد في مدينه الدار البيضاء وفي عده مدن وعاد الرباط، والحمد لله جا لمدينه سلاجه الحي الكريمه راه كمل التجارب ديالو في لا ريستوراسيون في اطار مطعم مأكولات الخليل. بكل صراحه ابو علي، انا كنقول لك بان هذا الحفل التكريم ديالك اليوم الحفل التكريم جد متواضع بالنظر الى المكانه ديالك في السلا وبالنظر الى المكانه ديالك في الحي الكريمه. كان خاصو يكون في 2017 لولا انشغالاتي ببعض الاعمال. اليوم راه جات الوقيته ديالو، مازال ان شاء الله غيكونوا حفلات اخرى ان شاء الله. بغيت نقول لك ابو علي بان لا ريستوراسيون ديالك ما فيهاش غير الاكل، وما فيهاش غير الاكل اللذيذ، وما فيهاش غير الشهوات. لا ريستوراسيون ديالك فيها دي سيرفيس، لان لو كليون اللي كيجي لان ريستورون انت ماشي فقط كتعطيه الاكل وماشي فقط كتعطيه جوده المنتوجات الغذائيه، ولكن كتعطيه ايضا انك كتسول على الحاله ديالو، كتدخلو لعندك، يعني كتدخل مع الحاله ديالو، كتعرف الهموم ديالو. وبعض المرات كيجيك الكليان كيكون في واحد الحاله ميؤوس منها او مقلق او جاي يعني ستريسي من العمل ديالو، كتضحك معاه وكدير معاه لا كوميدي. وهذا الشيء خاصنا نعلموه للناس واللي شيف دو ريستوراسيون ديالنا في المغرب. مازال خاصنا نستثمروا في هذه المساله، مازال خاصنا نستثمروا في هذه المساله هذه ابو علي. وغنزيد ناكد بان ابو علي ومأكولات الخليل، مطعم مأكولات الخليل في سنه 2017 لعبت معايا واحد الدور، وانا باش نفسر لك. شتي الباحث والمثقف راه بحال الرياضي، بحال لاعب كره القدم وبحال لاعب كره السله، خاصو واحد النوع ديال التغذيه. وانا باقي عاقل في ايامات البرد هذا ديال 2017 اللي فات في لوطون 2017. تبارك الله على السي، يعني على السي علي، على بو علي، كيقدم داك الشيء المأكولات الغذائيه المغربيه بحال الكرعين بحال المسائل، ولكن ايضا يعني منتوجات عصريه بحال الطاكوس. وانا اقولها اذا كان شي واحد كيصرع الانتاج ديال الطاكوس الملكي في مدينه سلا فراه هو بو علي. بارك الله فيك السي ادريس. تحيه تنشكر السي ادريس على هذه الكلمه الطيبه، على هذا الحضور الكريم، وعلى هذا الحفل السعيد، وشكرا بزاف بزاف.